إن مصر أحب أرض إلى قلبي، لذلك لم أفارقها لأني قضيت بها أسعد أيامي منذ مولدي. ده كلام الضابط الإنجليزي جير أندرسون عن مصر في مذكراته. وهنبدأ حكايتنا من الأثر الجميل ده اللي هو بيت الكريتلية، واللي كان بينقسم لبيتين واتربطوا ببعض عن طريق قنطرة، واتبنى خلال العهد العثماني. وهما بيت المعلم عبد القادر الحداد، واللي اتبنى سنة 949 هجري 1540 ميلادي، واللي اتعرف باسم بيت أمنة بنت سالم لأنها آخر حد سكنه. وبيت الحاج محمد سالم الجزار، واللي اتبنى سنة 1041 هجري 1631 ميلادي، وتعرف باسم بيت الكريتلية لأنه آخر حد سكنه هي امرأة من جزيرة كريت أو أصولها من هناك. والمكان معروف حاليا باسم متحف جير أندرسون أو بيت الكريتلية. والبيتين تم تحويلهم لمتحف سنة 1935 بيضم مقتنيات جير أندرسون اللي كان مهووس بمصر وحضارتها، واللي بتضم آثار من الفنون الإسلامية وكمان آثار من الحضارة المصرية القديمة. وعشان تعرف أكتر عن متحف جير أندرسون أو بيت الكريتلية شوف الجزء الثاني من الفيديو ده. استنونا فيديوهات تانية إن شاء الله.